عسلامة، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله يا رب تكونوا ناس الكل بألف خير وتوحشتكم برشا برشا. اليوم كالعادة جبت لكم فيديو جديد ورسالة جديدة تشهي تعمل الكيف. مش هي برشا وخاصة هكا. سخنة الدنيا ماذا بينا على حاجة تكون تشبع وخفيفة للصغار وللكبار اللي هو الشاباتي التونسي. بطبيعة الشاباتي التونسي هو من الحاجات اللي نحبوهم برشا في تونس. دونك نمشي نشوفوا مع بعضنا الطريقة. بالطبيعة المقادير اللي هما تلقاهم في صندوق الوصف ونزيد نوريهم لكم. عندي 350 غرام فرينة، ساشي متاع خميرة 10 غرامات، عندي 350 غرام سميد أرطب، عندي مغرفة مليانة صغيرة متاع ملح، وعندي الماء دافي وباش نحطوا زيت زيتونة. ديما زيت زيتونة انا معايا حاسيلو نتوما تنجموا عندكم زيادة حرية الاختيار، تنجموا تعوضوا زيت زيتونة بزيت النباتي ولا زيت عباد الشمس، زيت لاكتانيا. لهنا ديما نقولكم عندكم حرية الاختيار. حطيت انا توا سميد والفرينة، يلزمكم وماذا بيكم تمزجوهم قبل ما تبداو تخلطوا وتعجنوا في العجينة متاعكم. دونك باش نحط انا على جنب كميه الملح. كما قلت لكم كميه الملح مغرفه صغيره نتاع قهوه مليانه، على خاطر انا ما عملتش شرطه الفرينه، عملت 700 غرام فرينه. دونك لازمنا نزودوا شويه سينون تجينا مسوسه. حطيت الملح وباش حطيت عليه شويه ماء دافي باش نذوبهم على جنب، هكاكا ما يجيناش من بعد في البات نبداو مطمنين اللي الملح نتاعنا ذاب. الخميره حطيت على جنب، ومن بعد باش نبدا نضيف بشويه الماء ونبدا نخلط فيه. كما قلت لكم الماء راهي الدنيا سخونه، ماذا حتى كي يهبط من السباله يبدا سخون مش سخونه بدرجه كبيره، لكن حتى لو كان يعني اذا نتوما في تونس ومعناتها ما تلذذوش الماء من غير ما تحطوه على الغاز وتدفيوه، راهو مش مشكل تخمركم خاطر الدنيا سخونه. كملت انا كما قاعدين تشوفوا، لميت البات متاعي باش نضيف عليهم 3 مغارف زيت زيتونه. ومن بعد كي تقرب العجينه سايي تبدا تعجنت لنا، باش نضيف عليهم المغرفه الاخرانيه. يعني لهنا اجمالي باش نستعملوا 4 مغارف زيت زيتونه. نكمل انا نلم زيت زيتونه مع العجينه، ومن بعد نحط شويه ماء كالعاده دافي، ونبدا نعجن في البات متاعي على الرخامه كما تعودتوا بيا. راني ديما الرخامه توعني على الاخر. نعجنها بالباهي. تسهل علينا الخدمه بالكدا، بالحق ننصحكم تبداوش هكا في قصعه. كما نقولوا احنا في قصعه التوانسه. ما نعرفش في الدول العربيه شنو يقولوا على الشقالة قصعة. المهم ماذا بيكم على الرخامة تحطوا عليها العجينة وتبداو ديما تطريو بالماء باش تجيكم راهي العجينة باهية طرية ومعجونة بالكدا، ويجيكم الخبز باهي. يلزمكم تبداو تعجنوا وتطريو بالماء، ما تخليوش تبداوش تعجنوا وهي تبدا يابسة. ديما تبلوا يجيكم بالماء في العجينة، تحطوها يعني تبلوا تهز شوية ماء هكا وتحط في العجينة وتبداو تعجنوا فيها لين تحسوها تبدأ تترشق، تعمل هكا. معروفة يعني كي تبدأ تعجن تبدأ تعمل في الحس هكايا، تعمل أمبيل وتبدأ يعني فقاعات وتبدأ تترشق. هذيك يعني العجينة متاعكم تعجنت بالباهي. بالطبيعة بعد ما نكمل هذه المغرفة الزيت ديجا سبق لي وسامحوني كنت في بالي أنا قاعدة نصور كالعادة. ما نزلتش على الكاميرا. المهم حطيت المغرفة الزيت الأخرانية ونكمل العجنة الأخرى من غير معناتها ديجا سايي انا حاضره امورها واضحه، وجست المغرفه نتاع الزيت الاخرانيه وباش نحطها بطبيعه تخمر نص ساعه بالكثير يعني. خاطر كما قلت لكم الدنيا سخونه في تونس، دونك في ساعه في ساعه. ونمشي ونحضر مع بعضنا سلطه مشويه. انا حطيت 4 قرون فلفل ما اكثرش، خاطر مانيش باش نعمل كميه كبيره. حطيت كعبة طماطم حجم متوسط، 3 سنات ثوم كبار، وكعبة بصل صغيرة، كعبة بصل صغيرة شويتهم بطبيعة، وباش نكمل نرحيهم بعد ما نحيهم القشور. وني كما قاعدين تشوفوا البطاطا. حبيت هكا نسرع لكم الفيديو ما نطولش عليكم على خاطر هو خبز الشاباتي يعني العمدة على البات نتاعو كيفاش يتخدم باش يجيكم تري هكا وما يجيكمش يغصص كيما برشا نشوفهم حوانت هكا. يبدا الخبز نتاعهم الحقيقه نتاع ربي يبدا تحسوا يغصص. دونك طريقتي انا صدقوني جربوها وتتفكروني كان بالباهي. لهنا انا وريتكم زاد الاومليت. حار عظم حطيت عليهم شويه فلفل اكحل شويه ملح وشويه معدنوس. كان عندكم اضافات نتاع جبن بطبيعه تنجموا تضيفوها. دونك كوني بعد ما خمرت صدقوني نصف ساعه ما اكثرش، نصف ساعه. شوفوا ما شاء الله كيفاش خمرت لي.
باش نكمل انا بطبيعه نشكل الكعبات متاعي. نقسم العجينه. انا عملت لي تقريبا 7 كعبات وكعبه صغيره، كعبه صغيرونه قعدت في الاخر. والميزان متاعهم اذا كان تحبوا كيما متاعي انا بالضبط، الميزان متاعهم 185 غرام. عندي البابي كويسون باش نحلهم على جنب بكي ونحط بالوحده على البابي كويسون باش من بعد يعني تجينا بسهوله كي نهزوا الخبزه ونحطوها، خاطر انا باش نخليهم بالطبيعه يخمروا شويه. من بعد نسخن المقله ونحطهم يتشيبوا. المقله اللي هو الطاجين متاعنا العربي التونسي. دونك تكملوا انتم تحلوا الكعبات نتاعهم. الكبر يلزمو يكون متوسط، ما يكونش حجم كبير. ماذا بيكم بالضبط كيما شفتوني انا راهي تجيكم الكعبه تكون نخشينه بالطبيعه. اذا كان باش توزنوا بالميزان 185 غرام بالضبط. وتحلوا الكعبه كيما قاعدين تشوفوا على كبر يديكم هكا، باش تجيكم هكا محليه، تبدا خشينه ومكعبره ومزيانه منظرها، خاطر مش متاع دو بالطبيعه. الشابات لازم يكون صغير، ما يكونش كبير برشا الكعبه متاعو. وكما وبالنسبة للحشو أنا حضرت هريسة، مايونيز، جامبون، عندي تون قطرت نحيت له شيحت له الزيت متاعو وحليته. ما نعرفش كان تعرفوا الطريقة ولا كان ما تعرفوش ميساج قولوا لي، راني نوريكم مرة جاي في فيديو آخر كيفاش الطريقة التون يجيكم شايح كيما بتاع البيتزا بالضبط. دونك وعندي الاومليت بالطبيعه، وعندي جبن سلايس. انتم كما قلت لكم كان عندكم اضافات تنجموا تزيدوها، لكن هذا هو الشاباتي متاعنا التونسي. دونك كملت انا حليت الكعبات لهنا باش نخليهم يخمروا ومن بعد نطيبوهم. حطيت انا المقلاه نتاعي، خليته يسخن بالباهي بالطبيعه، ما تحطوش وهو بارد، راهي هكاك الكعبه تبرد لكم ما تجيكمش باهيه الكعبه الاولى. دونك ماذا بيكم يسخن لكم بالباهي وتبداو تحطوا، والنار تكون بعد ما تسخنوه بالباهي تحطوا على نار متوسطه باش الكعبات نتاعكم يطيبوا وينفجوا لكم بالباهي وما يجيكمش معجنين من داخل. دونك نكمل انا الكعبات نتاعي ونمشيو نحضروا مع بعضنا بالطبيعه. صدقوني كان بودي هكا شكون حاضر معايا قاعد يتفرج في الفيديو ويجي نهار هكا ونطيب لكم. بالحق من اللي فان نتاعي، من الناس اللي تحبني، من الناس اقاربي مش اقاربي، مرحبا بكم في اي وقت. واي حاجه تستحقوها قولوا لي، عندكم ريسيت تحبوني نخدمها لكم ما عندي حتى مشكل. بالطبيعه عندي فكره على اي ريسيت راني نودكم بها، وصدقوني كي نجيب لكم حاجه ونهبط فيديو راهو كي تتبعوا يعني كيما شفتوني عملت بالضبط. حتى كي نعمل مونتاج راني نعمل مونتاج باش ما نطولش الفيديو، ديما نقص باش ما نطولش الفيديو لا اكثر ولا اقل. دونك كوني عندي ما شاء الله الحشو كيما قلت لكم وسميته لكم ونكتبه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. باش نقول يا ربي به هذه حاجه يلزمني نقول لكم عليها بربي. اللي يتفرج في الفيديو مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل اهم حاجه الزر نتاع الجرس اللي يبدا على جنب. وقت اللي تفعلوا انت يوصلك اي فيديو من عندي تنجموا هكاك تتفرجوا اي حاجه نهبطها جديده، على خاطر القناه نتاعي راهي قاعدين يتفرجوا فيها اكثر مش مشتركين. دونك ماذا بيا المشتركين في القناة يفعلوا زر الجرس باش اي فيديو جديد يهبط يوصل لكم، وهكاك ان نقوي انا القناة متاعي ونجم نعمل لكم اكثر فيديوهات واكثر رسائل. دونك نقول لكم توا شيء طيبة، ملتقانا ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. بسلامة.